يا مساء الجمال. في الملخص اللي فات شفنا أول مواجهة بين خالد الفرنساوي والديب اللي قاله كبرت يا خالد كبرت يا ابني، ومعنى الكلام ده إنه يبقى باباه. طب إزاي؟ ده اللي هنعرفه في ملخص النهاردة، بس الأول ما تنساش اللايك اللذيذ، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيني سايبه لك اللينك تحت الفيديو وفي أول كومنت. بعد ما الديب قال له الكلمتين دول كمل وقال له ده أنا كنت مستني اليوم ده بقالي 30 سنة، وعلى قد ما أنا مستنيه على قد ما أنا خايف منه، ومش عارفة أوصف لك صدمة خالد في اللحظة دي. وكان رده أنت مين؟ أنا معرفكش. فالديب قال له بس أنا أعرفك وما بعدتش عنك يوم واحد، وبدأ يحكي له الحكاية وقال لك إيه إنه بعد موت مامة يوسف خاف وهرب ونزل على القاهرة، ووقتها حصل زلزال 92 وكان من ضمن المصابين، بس ربنا كتب له عمر جديد وفضل تحت الأنقاض كام يوم، واللي كان بيجيب له أكل في الوقت ده هو كلب من الشارع، ويمكن ده اللي بيفسر حب الديب للكلاب. المهم اول ما المنقذين وصلوا خطرت في دماغه فكره انه يرمي بطاقته واوراقه الشخصيه كلها في الانقاض، وكده ابو خالد في نظر الناس والقانون ميت، واتولد مكانه رضوان الديب. والقدر بعت سندس في طريق الفرنساوي عشان تربيه وتكبره، لكن الديب كان بيراقبه من بعيد لبعيد طول حياته وبيساعده من غير ما هو يحس، وكل ما كان بيحاول يواجهه ما كانش بيقدر يبص في عينه، وكل اللي كان بيقدر يعمله انه بيتفرج عليه وهو بينجح كل يوم عن اللي قبله. وعشان يفضل جنبه فتح سكة مع نص محامين البلد وأولهم سليمان عشان يفضل يساعد الفرنساوي من غير ما يحس. وفي الآخر قاله لازم تعرف يا ابني إن ليك ظهر في الدنيا دي، واللي يأذيك يأذيني. وبعد كل الكلام ده خالد رد وقال له أنا أبويا مات زمان من قبل الزلزال بكتير، وسابه ومشى. وراح لسندس وسألها كنتي عارفة مش كده؟ طب خبيتي عليا ليه؟ فقالت له هو عاش طول عمره من غيرك وانت عشت طول عمرك من غيره، سيب ربنا يمشي الدنيا بعدله. فخالد ضحك ضحكه صفرة كده وسابها ومشى. وبعدها راح لدار ايتام وسلم المديره تبرع وقال لها انه خلص كل الاوراق من وزاره التضامن. فالمديره قالت له دي هديه كبيره قوي، تسمح لي احط اسمك عليها؟ فقال لها ملوش لازمه، التبرع ده مش مني اصلا. وهنا بقى السؤال، الهديه دي من مين؟ اهي دي بقى المفاجأة اللي هنعرفها كمان شوية، فكمل معايا. المهم خالد بعد كده قابل طفل هو متكفل بيه في المكان ده واطمن عليه. نرجع لسندس وبنشوفها عند الديب وبتسأله ايه اللي انت عملته مع خالد ده؟ فقال لها كنت عايزة احنن قلبه عليا بس شكل الدنيا كده قست قلبه. فسندس قالت له امال انت كنت عايزه يعمل ايه؟ ده اخر مرة شافك فيها كان دم امه مغرق هدومك. وكملت وقالت له ابنك دلوقتي مش محتاج اب، محتاج ظهر يتسند عليه، يمكن لما يلاقيك في ظهره وخايف عليه قلبه يحن. في الوقت ده خالد كان بيقابل غادة مامة ليلى عشان ينفذ خطته في الانتقام من يوسف، واول حاجة عملها انه جمد كل ارصدة ليلى بالتوكيل اللي معاه. اما الحاجة التانية اقنع غادة انها تقدم بلاغ ضد يوسف بتهمة قتل بنتها، وقال لها ده مجرد اجراء عشان المباحث تهتم. وفعلا اخدها وراحوا القسم وعملوا المحضر، ولما رجع البيت لقى البنت دي مستنياه، وبنعرف ان اسمها ملك. ودي يا سيدي واحدة قابلها في المستشفى وقت ما كان مضروب بالنار واستجدعها كده منها ب100 راجل، وكمان دفع لها حساب المستشفى وهو خارج. فهي بقى دورت وسألت لحد ما عرفت عنوانه وراحت ترد له الفلوس. بس بعد عنك البنت دي رغاية ولما بتفتح بقها ما بتبطلش كلام، لكن الغريبة ان خالد عزمها يتغدوا مع بعض وكمان يتمشوا شوية. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ قالك انه محتاج حاجة تشغل دماغه شوية ويخليها تهدى، لانها من كتر التفكير هتنفجر، ودماغ الفرنساوي لو انفجرت هتدمر المعادي كلها. وبنعرف وقتها ان ملك بتشتغل في الخدع السينمائية، وهما بيتمشوا كده دخل محل انتيكات وطلع حتة الفخار اللي كان لاقيها في شعر ليلى الله يرحمها، وطلب من صاحب المحل يجيب له فازة نفس الشكل وسمك القطعة دي. في نفس الوقت الجيب كان بيجهز رجالة عشان يحموا الفرنساوي بس من بعيد لبعيد من غير ما هو يحس، وكانوا متنكرين زي ما انت شايف. واللي الجيب عمل حسابه وطلع في محله لان حافظ الدراع اليمين ليوسف كان مراقب خالد وهيغدر بيه، بس الرجاله عملوا معاه الصح وخطفوه ومن غير ما خالد يحس بحاجه. وبعد كده خالد راح لراجي، وده بقى اجمد هاكر في مصر، وكان طالب منه يجمع له كل المعلومات اللي محدش يعرفها عن يوسف ثابت. وبالفعل راجي اداله فلاشه فيها كل اللي قدر يوصل له عن يوسف. فخالد طلب منه كمان يجمع له معلومات عن ملك، ليه الصراحه انا مش عارفه، لو حد عنده فكره يكتب لي في التعليقات. المهم نرجع تاني للجيب اللي دخل بكلابه على سليمان المكتب. دخلت النكله ميت وانهم لميتون، وخليك فاكر ان سليمان كان بيتعامل مع الجيب من قبل الفرنساوي لكن عمره ما شافه. وقتها الجيب قال له انت ما تعرفنيش لكن سمعت عني كتير، انت صحيح محامي الناس اللي فوق بس انا قاضي الناس اللي تحت.
وهدده يا اما يصلح غلطه وينزل اعتذار رسمي لخالد الفرنساوي في الجرايد، يا اما هيعلقه على باب مكتبه. وفي الناحية التانية النصايب كانت نازلة ترف على دماغ يوسف ثابت، وأولهم السكرتيرة بلغته إن البنك جمد كل أرصدة ليلى، وتاني حاجة كل العملاء اللي كانوا بيتعاملوا معاه في غسيل الأموال عرفوا الحكاية دي ووقفوا الشغل معاه. أما النصيبة الكبيرة لما اكتشف إن الفرنساوي اتبرع بفيلا من أملاك ليلى لدار الأيتام اللي هي أصلا بتاعت يوسف لدار الأيتام، على أساس يعني إنها قرصة ودن كده على الماشي. ومديرة الدار ومعاها قوة من الشرطة راحوا عشان يستلموا الفيلا. أما خالد فراح للدكتور فاروق، وده يبقى طبيب شرعي على المعاش، وكان رايح عشان يطلب منه طريقة ينقل بيها بصمات حد من مكان لمكان تاني. وفي الأول الدكتور ما كانش موافق وقال له ده يبقى تحايل على القانون، لكن خالد أقنعه وقال له إنه عايز يرجع حق لأصحابه. فدكتور فاروق اداله كتاب وقال له الكتاب ده فيه كل اللي انت بتدور عليه. فأخد الكتاب وراح لسندس، لكنه اتفاجئ بالست الفرنسوية مربوطة في الكرسي وبتقول له انهم خطفوا سندس. ولما حاول يكلمها لقى تليفونها في الشقة، فروح البيت وحاول يفتح التليفون بس كان عليه باسورد. وطبعا كل اللي كان في دماغه انه يوسف هو اللي عمل كده. في اللحظة دي سليمان كان بيرن الجرس، واول ما خالد فتح له مسك فيه وقال له ورحمة امي يا سليمان لو ليك علاقة بموضوع سندس ده مش هيكفيني فيك عمرك. فالتاني قال له انا مالي ومال سندس، انا جاي لك عشان اللي انت عملته. بتبعت لي بلطجية يا فرنساوي؟ فخالد اتعصب وقال له بلطجية ايه؟ ووقتها سليمان طلب منه يهدى ويتكلم معاه. وفي اول الكلام قال له ده اعتذار من المكتب في الجرايد، اعقل بقى واهدى وطلع يوسف من دماغك. فالتاني رد وقال له يوسف ده كان عايز يلبسني البدلة الحمراء وانا مش هسيبه وهجيب حقي وحق ليلى. فسليمان رد هو انت فاكر اللي زي يوسف ده ممكن يتسجن؟ الناس دي ما بتتسجنش، وحتى فرضا لو اتسجنت انت فاكر ابوه هيسيبك؟ ووقف وراه ووسوس له في ودانه زي الشيطان وقال له احنا اللي بينا اكبر من كده، انت محتاج ليه وانا كمان محتاج لك. فخالد قال له ما يجيبكش ناعم كده يا سليمان غير الفلوس، عايز ايه؟ فرد وقال له نتفق. وتاني يوم خالد ما لقاش حد قدامه يلجأ له عشان يعرف مكان سندس غير الديب. وطبعا بعد ما الرجاله عرفت انه يبقى ابن المعلم سمحوا له يدخل حتى لو الديب مش موجود. المهم خالد كان قاعد مستني الديب والحظ خلاه يفتح اوضه سريه بالغلط، ولما دخل جواها لقى صور وورق جرايد واخبار تخص كل تفصيله في حياه الفرنساوي من ساعه ابوه ما هرب وسابه. وده اللي اكد له كل كلام الديب وانه كان طول عمره بيساعده من غير ما هو يحس. ولما خرج من الاوضه لقى ابوه في وشه وبيقول له قالوا لي انك هنا وانا ما صدقتش. فخالد طلع ظرف فلوس وقال له سندس اتخطفت وعايزك تعرف لي مكانها، ده شغل زي اللي كنا بنعمله بلطجي ومحامي. فالديب بص له وقال له بلطجي؟ ماشي يا عم مقبوله منك، هو اللي انت شفته جوه الاوضه ده معرفكش مقامك عندي قد ايه؟ فالتاني رد وقال له سميها زي ما تسميها، بلطجي قتل قتله مش فارقه، انا مش جاي هنا اقلب في اللي فات. سندس اتخطفت هتعرف لي مكانها ولا اشوف حد غيرك؟ فالديب قال له موضوع سندس سهل اطمن، بس انا عايزك تعرف انت بتتعامل مع مين. انا وانت ما نفرقش عن بعض كتير، انت بتجيب حق الناس اللي فوق وانا بجيب حق الناس الغلابه، ولو ان يعني معظم زباينك ما بيبقوش اصحاب حق. يبقى يا خالد يا ابني ما فيش حد احسن من حد، تعالى معايا اوريك حاجه. وراح يوريه حافظ والمعلم خطفه وحاطط نصه التحتاني في صبة خرسانة. ساعتها الفرنساوي قال له انا ما بحبش الطريقة دي في الشغل. فالتاني رد وقال له احنا جبنا اخره وعرفنا ان يوسف ملوش علاقة بخطف سندس وهنسيبه يروح للي مشغله. وبعدين عرفه على واحد من رجالته اسمه طوبة وقال لخالد من النهارده الراجل ده هيبقى في ضلك عشان ابقى مطمن عليك. بعدها الفرنساوي راح تاني الراجل وطلب منه يفتح الباسورد بتاع موبايل سندس ويعرف سجل المكالمات بتاعها. في الجنب التاني يوسف كان قاعد بيفكر هيخلص ازاي من الداهية اللي اسمه الفرنساوي. ساعتها بيتفاجئ مفاجأة عمره لما بيلاقي صورة سونار بتثبت ان ليلى كانت حامل قبل ما تموت، يعني المعلم قتل ابنه بايده. ده انت اكيد نهايتك سودا. والمفاجأة التانية لما حافظ رجعله وبلغه انه كان مخطوف عند الديب وان الراجل ده مش سهل وعنده جيش رجالة في كل حتة في البلد. والمصايب لا تأتي فرادى، لان ساعتها بيجي ظابط معاه امر ضبط واحضار ليوسف لانه متهم بقتل ليلى مراته. ولما راح النيابة سليمان كان حاضر معاه، ولأن مفيش جثة تثبت إن ليلى ماتت أصلا قدر سليمان يطلعه منها على أساس يعني إن البلاغ ده من مامة ليلى اللي قلبها محروق يعني على بنتها ومش عارفة مكانها. وبالليل رجالة الديب كانوا بيشوفوا شغلهم وراحوا يلموا الزبالة من تحت فيلا يوسف ثابت. ليه؟
الديب قالك ان زبالة الناس كنز تعرف منها اللي محدش يعرفه، وادى لخالد ورقة فيها جدول مواعيد يوسف اليومين اللي جايين، عرفها من تليفون حافظ. وقتها واحد من الرجالة لقى صورة السونار في الزبالة، وكده الفرنساوي عرف ان ليلى كانت حامل قبل ما تموت. ساعتها راجي رن على خالد وقال له انه فك الباسورد بتاع تليفون سندس، واخر رقم اتصلت بيه متسجل باسم مطعم فطاطري اولاد السيد. فخالد اتصرف بذكائه وقال له اقفل دلوقتي ورن على الرقم ده حالا. وهوب بيطلع رقم مين؟ دوما. فخالد اداله باليد وقال له وديت سندس فين يلا؟ وطلعت ان سندس عامله النمره دي كلها بالاتفاق مع الديب، وعملت كل ده عشان خالد يقرب اكتر من ابوه. وده اللي خلى الفرنساوي يقول للديب ما تشغلش دماغك عليا تاني. وبعدها راح ليوسف مطعم كان قاعد بيتغدى فيه هو وواحده صاحبته، ما هو معاه جدول المواعيد بقى. وفي اول الكلام يوسف قال له ايه، فكرت وعقلت؟ فخالد قال له اه فكرت، واكتشفت انها لابساك 100%. بس ما تخافش، بدلة السجن دلوقتي اتطورت عن زمان وبقت قطن ومريحة على الآخر، فهتتبسط هناك قبل ما تتعدم. لكن خالد أكيد ما كانش رايح عشان يقوله الكلمتين دول وخلاص، لا ده كان عينه على الكاس اللي يوسف بيشرب منه، لأن عليه بصمات إيده. فاستنى لحد ما مشى واخد الكاس وحطه في جيبه. بس يا فرحة ما تمت، لأنه وهو خارج اتخبط في الجرسون والكاس اتدشدش 100 حتة. وبعدها الفرنساوي راح يقابل مشيرة وطلب منها ترد له الخدمة اللي هو عملها لها، وقال لها انه عايزها تستضيف رجل الاعمال المشهور يوسف ثابت، اكمني يعني الراجل مراته مخطوفة بقالها شوية ومحدش عارف طريقها. وقال لها انه هيبعت لها تفاصيل الاسئلة اللي هتسألها له في الحلقة قبلها بيوم. فمشيرة قالت له انا موافقة بس بشرط تحكي لي كل حاجة بعد الحلقة. وقتها خالد بيتفاجئ بالديب واقف قدام باب المطعم، فاستأذن من المشيرة وطلع له وسأله انت ايه اللي جابك هنا؟ فالتاني قال له ايه، انا بتمشى ولا انا مش قد المقام؟ وعلى فكرة انا باجي المطعم ده افطر فيه ساعات، وانا اللي معين الشيف هنا. فخالد قال له وانت بقى شغلته بالتهديد ولا قتلت الشيف اللي كان قبله؟ وقتها الديب اتعصب وقال له انت ليه مصمم تشوفني كده؟ فالفرنساوي طلع كل اللي كان في قلبه وقال له عشان انت كده بلطجي واجري، لما عاوز منه حاجة برميله شوية فلوس في وشه، وساعات بدفع له الدبل. فالتاني اتعصب وقال له فوق يا متر، الديب ده مش لقب، دي شغلانه بتداري فضايح الناس اللي فوق وتخليهم عايشين مرتاحين طول ما الناس اللي تحت ليهم كبير. اوعى تفتكر ان مجرم ولا حرامي، انا همزه الوصل اللي بين اللي فوق واللي تحت. لما خدامه الوزير تسرقه انا اللي برد اللي اتسرق، ولما ابن السفير يتورط انا اللي بنقذه. انت ذات نفسك كم مره خدمتك سواء عارف او مش عارف، ما تستكترش عليا احس ان بني ادم نفسه يتلم على ابنه. فخالد قال له يا جبروتك يا اخي، ابن مين اللي بتتكلم عنه؟ ابنك اللي سبته جنب جثه امه اللي كانت سايحه في دمها وهرب وقال له انا راجع وما رجعش؟ ما فكرتش الولد ده هياكل ازاي ويشرب ازاي ومين هيراعيه؟ بس انا كبرت وبقيت راجل وما احتجتش لحد ولا عمري احتجت لك، انت اللي محتاج لي. ولما ما لقيتش في العمر كتير قلت اجرب دور الاب، ما تحلمش بقى انك تبقى ابويا. وسابه وراح يركب العربيه، بس التاني وراه وراح يركب جنب منه. وهوب تيجي عربيه من جنب خالد وشكل اللي فيها مش ناويين على خير. فيا ترى الفرنساوي هيقدر يهرب تاني من الموت؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه. ولو انت مكمل معانا لحد دلوقتي فقول لنا رايك في التعليقات، وما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك.